اشنو هي غلطه العمر اللي ما بغاش تنسى ليك باش الناس ياخذوا العبره؟ دي غلطة العمر يا أخي، هي ما وقع لي يعني في 2024 شهر 12 إلى يومنا هذا. يعني خوكم عبد الرحمن كنت كريت 3 المحلات تجارية على أساس نخدم. واحد السيد مولني بشي 19 مليون وشي بركة ديالي عاود دبرت فيها. شركنا أنا وياه على أساس اتفاق ديالنا، يعني 40% ديالو 40% ديالي و20% للفقراء. يعني هاد الغلطة أكفس غلطة في حياتي وفي عمري اللي دوزت، هي تخت بهاد الناس وبقيت غارق بالديون. باعوا لي الماتريال، خربوا لي داك المحلات، ما خلاو لا كاميرات. واخا عاود الناس من الاول باش يفهموا كيفاش انت دارت لك هذه المشكله هذه. المهم شي 3 الناس كانوا خدامين مأمنهم، يعني عندهم لاكيس مشي الامور. في ظرف شهرين ونص تقلبت الموازين. 3 المحلات. المحلات شنو كنتي داير فيهم؟ محل ديال تاكزرت، ومحل ديال الخضر والفواكه، ومحل ديال الخضر والفواكه والدجاج، ومحل الثالث ريستو ديال الحوت. يعني هاد 3 امنتهم وعندهم لاكيس ويجيبوا السلعه ويكريدي هذاك السيد، اسمح لي قاطعتك، هذاك السيد اللي شارك معاه ما كانش خدام معاهم؟ لا ما كانش، هذاك في بلجيكا. هذاك انت شاركتي معاه، قلتي 40% أيوة، ليك 40% ليه و20% للفقراء. هادشي علاش اتفقنا انا وياه. الا الواحد الليله كيتصلوا عليا قالوا لي ودي راه داك الخدامه راه خو داك المحلات، سرجاو داك الماتريال في شي هوندا ولا كاميو ومشاو باعوه بالليل. وين صدمات العمر النيت الاهل. واش هذوك اللي مخدامين في 3 المحلات كاملين خويو في 3 المحلات؟ لان عندهم الساروت، لان انا خدام معايا شي 9 الخدامه، هادو عندهم سواد المحلات كيحلوا ويفتحوا الى اخره. الثقه درتي فيهم الثقه؟ درت فيهم الثقه الكامله وخانوني، رغم انني كنت صادق معهم. والاجره ديالهم كانوا كيتخلصوا كل مساء كل عشيه كيخدم كيتخلص. شحال هما خدامين معاك؟ في ظرف 4 شهور. 4 شهور تقريبا هكذاك. ولكن بغيت نسولك، فين كنتي نتايا منين خواو المحل؟ في الاول كنت سافرت شي سفر للدار البيضاء وسرقوا، وعاودوا جا شي واحد باش نكسبوا معاه الثقه، قال لك اودي انا غنكون مسؤول وغنزير وغندير. مشيت انا للعمره وخليته. جاب عيط لهادو كيخدموا معاه بن دبابه، عاود في شي طبله تما وعمرت لهم داك الشيء الدجاج واللحم وكذا. عاودوا نفس المشكل، لا ربح لا راس المال. حتى داك الطبله باعوها ما خلاو حتى شي حاجه. خلوك مشيتي للعمره هما خواو المحل؟ خواو المحل، ما خواو داك المحل الدجاج كملوا عليه خربوه في مره. لا حول ولا قوه الا بالله. علاش هاد الناس داروا بحال هكا؟ والله يا اخي مني قلت لهم ودي راه هاد المساله حنا راجعين للور وما بقيناش كنصوروا بحال الاول، وهاد الاختلاسات راه ما صالحش. وكنجيبوا السلعه مثلا كنجيبوا 7000 درهم غير الخضره والديسير، الدجاج قنطار الدجاج، وهذا ما كيبانش الربح. قلت لهم كيفاش هادشي؟ حنا راجعين باللور غنسدوا هاد المحلات وكل واحد يمشي بحاله. هما وقيلا ما عجباتهمش الهضره، داروا بحال هكا. صافقوا بثلاثه بهم على الخراب، وداو لك الماتيريال والسلعه وكل شيء، ما خلاو حتى حاجه. ولكن انت عندك لي كارت ناسيونال ديالهم؟ لا ما عنديش. ما عندك حتى شي ورقه ليهم؟ ما عنديش. ما كتعرف سميتهم؟ لا السميات عارف. بالنسبه للسميات عارف سميات، ولكن دابا تأزمنا بشكل نهائي وبقى علينا دين وكنمروا بازمه خانقه. ما ديكلاريتيش بهم؟ مشيت عند المحامي باش ندير شكايه وطلب لي 5000 درهم. واش الشكايه خصها دير عند البوليس؟ لا مشيت عند المحامي. ما مشيتش ما درتيش بان هذا هو الغلط اللي درت. هي يعني دابا بقات هكاك. قلت انا نستدرك زعما وصاحبي يقدر يتعاون معنا وردوا داك الماتيريال، ما باعوه رخيص. وديك الساعه الا ما بغاوش يرجعوه لنا داك الناس اللي باعوا لهم، يعني عاد ديكلاري وصافي بقينا هكاك. ولكن بغيت نسولك، هاد الناس كنتي مخلصهم ولا ما كنتيش مخلصهم؟ لا مخلصهم والله، خاي ما كيسالوا لي حتى درهم. اقسم بالله العظيم في هذا اليوم الجمعه وهذا النهار ناقص من العمر ديالي، والله ما كيسالوا يا اخي درهم واحد. ومع ذلك هو الشيطان بقى علينا 11 شيك. دابا الاخوان هاد الوراق هادو فيهم كاع الماتيريال اللي كانوا واخدين وما كانش مخلص، كانوا حاط عليهم الشيكات 5000 درهم، 1300 درهم، 3000 درهم، 5000 درهم، 2000 درهم، 5000، 3000 درهم، 5000 درهم، 2000 درهم، 65000 درهم، 2000 درهم. هادشي كامل باقي دابا دين لاصق فيك انت وصاحبك.
لا مازال دابا غير عليا صاحبي غير خرج. صاحبك صافي خلص. بقات انا يعني غير هاد 30,000 درهم اللي خلصت، وشي مليون، شي 2 مليون اخرى. واخا بغيت وما باقي- نسولك هذا السؤال اللي اللي باغي الناس دابا يسولوا، أيه. علاش ما مشيتيش ديكلاريتي في هذيك هذا الساعه؟ هو المشكل. اودي اخي حنا تفتنا ومشينا من ذاك الوقت، اقترح علينا واحد الاخ مع هاد المشاكل، ومشينا للعمره شي 40 يوم حنا تما، حتى 30 شوال عاد جيت. ايوا صافي ملي جيت تما ما بقى لي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. مشيت عند ذاك المحامي يطلب لي 5000 درهم، والله الا درت مناقص الى يومنا هذا. دابا مساله ديال الشكايه، يعني ماشي ضرب جرحى غادي يبرى الانسان. هذه راه خيانه، وخا تبقى عليه حتى عام، راه الانسان يتعاقب على حسب القانون، وحنا غنتبعوا القانون، والقانون غيتبع المجرى ديالو. هذا هو اللي كاين. لا حول ولا دابا قوه. حنا للاسف الانسان هذه غلطناها غلط كبير وخطا فادح، وتقنا بشي ناس بعادين عن الله سبحانه وتعالى ودمرونا. هذا هو اللي كاين. واخا بغيت نسولك دابا هاد الناس هادو اللي داو لك هاد الماتيريال وداروا لك هاد الحاله، الا شافوا هاد الفيديو شنو اللي الميساج اللي توصلوا لهم؟ الميساج اللي توصلوا لهم خصهم يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، وما راهم تفتحوا فاس، خصوصا في المسيره وحي المستقبل ما بقاش شي واحد يخدمهم ولا يثق بهم. اصلا اللي ساق الخبر وخا يخدم معاه غير سيمانه، عرفوا دار هذا المشكل اللي انا ما يطولش معاه يجري عليه. والنصيحه اللي تعطي الناس اللي كيخدموا الناس اللي ما كيعرفوهمش باغ اكزومبل؟ دابا خوتي المغاربه، الانسان اللي بغى يبدا شي مشروع محل ولا جوج ولا ثلاثه، خصو يوقف ويشوف شي ناس امناء، والناس ديال اهل الثقه وديال الدين. وما الا شاف شي واحد الانسان ما عندوش حتى علاقه مع الله، هو صنايعي وفي يديه الصنعه ويدير الطنجيه ويدير الطاجين ويطيب مزيان والماكله ديالو مزيانه، وانما هذا ما صلحش حتى مع مولاه. كيفاش غادي يصلح مع واحد، مع المخلوق الخالق ما عنده صله مع الله؟ كيف غادي يكون عنده صله مع المخلوق ويتعامل معه معامله حسنه؟ ضروري الا لقى الغفله يبيعوا. دابا مثلا انا واحد المره مشيت نصلي غير المغرب، مشيت نصلي المغرب، واحد السيد كان كياكل الطاجين، ملي جيت قال لي السي عبد الرحمن الفقيه، راه كنت مشيتي وجا واحد السيد وراه باع له السيد راه باع له هذا 400 درهم غير دلادانت، حتى السلعه اللي كنجيبو نخدمو بها ونشويوها وكذا كانوا كيبيعوها من المحل. باش حنا فكرنا كنا غنشدو داك المحلات ونديرو مشروع في جهه اخرى على هاد المشاكل هادي. ساعه دمرونا دمار شامل يا اخي. دابا طب بقيتي والله. حاصل مع هاد الشيء هذا؟ دابا بقيت حاصل مع الدين. انا كنشد اخواني المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن يتعاونوا معايا في هذا الدين. عندك الشيكات، عندك عندي شيكات، عندي عندك 4 الأوراق، شيكات، عندك كل شيء. عندي الوراق كل شيء، واللي بغى كاع ندوز له صاحب الدين يخلص، ما عندي مشكل. واخا عندي اللي دابا بغى يعاونك كيفاش يتواصل معك؟ يتواصل معايا في الرقم الهاتف 06 66 64 17 71. عاود قولها. 06 66 64 17 71. لا حول ولا قوه الا بالله. اش غنقول لك اخويا؟ الله يصاوب، الله يصاوب هذا هو الفقير، اللي الله كاين. يحفظك، الله الله يجازيك يصاوب. بخير، الله يرحمها يديك. واخا النصيحه اللي تنصح بها الناس باش ما يطيحوش في نفس الغلط ديالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة اللي كنصح بها خوتي هي الإنسان يحاول ما أمكن يوقف على رزقه، ويأمن الناس أمناء اللي يكون معاه عندهم صلة مع الله وفيهم خوف الله عز وجل، باش يحافظوا له على المال ديالو. وإلا كانوا شي ناس بعادين على الدين ولا هذا راه يسرقوه. والواحد يوقف على شغله. هذا هو اللي كاين. اخوان هاي النمره ديالو، الله يرحم لكم الوالدين، اللي يقدر يعاونوا واللي ما قدرش يعاونوا يبارطاجي الفيديو باش توصل اللي غادي يعاونوا. حتى لهنا الفيديو ديالنا سالا، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.